اليوم جبت لكم طريقة سهلة مهلة توجد في وقفة في تحضير الفلفل الأحمر. أول حاجة هي تغسلوا مليح الفلفل الأحمر تاعكم، ومن بعد تنحولو الشابو تاعو، تقسموه على زوج. الزريعة تنفضوها برك، ما تنحوهاش كامل باسكو مليحة الزريعة، وتروحوا تحطوها في كوكوطة. تحطوها في الكوكوطة. ديروا هذه فوق هذه كيما قلت لكم، تفتحوها الحبة، تفتحوها وتفرشوها زعما هذه فوق هذه، وتعمروا بها الكوكوطه تاعكم. والكوكوطه تزيدوا لها غير واحد الفنجان تاع ماء وتغلقوا عليها وتخلوها تصفر واحد ربع ساعه ولا حتى 20 مينوت. من بعد غير الطيب القشره تاعها تتنحى فاسيلمون، راح تتنحى لكم كيما هكا فاسيلمون. تنحوا القشره تاعكم وترفدوا الحبه هذيك وتحطوها في الميكسور ولا البلاندر، تزيدوا لها شويه ملح شويه تاع الزيت وتخلطوا مليح. انا هنايا حبيت نحطها في لي ساشي دو كونجيلاسيون، ما حبيتش نديرها دي كوب كامل. حطيتها كيما هكذا، كلاطيتها، درتها في الفريغو، شدت لا فورم تاعها وراهي وجدت لي. كي نحب نروح نكسر مورسو ونديرو هنا واش قعد لي، خليته في بواطه نخدم به. وهاي كيفاش خرج القوام تاعها. وهكذا راهي وجدت لي الوصفه تاعي سهله مهله، ما شدتش كامل الوقت وراني درت العوله تاعي. وما تشدليش بلاصه خاطر كيما راكم تشوفوا لي ساشي دو كونجيلاسيون درتهم مطويين، ما يشدوليش مبلاطيين. كيما راكم تشوفوا هذه راح تشد لي الله يبارك لارجومون. اذا عندكم طريقه واحده اخرى اسهل من هذه خلوها لي في التعليقات.